بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوتاجاز اي جي 5 شعلة، لسه نزل جديد. مش ال جي، يعني الناس فاكرة ان هو ال جي، لا ده اي جي. زي بوتاجازات ياما نفس الانواع كده، 5 شعلة وفرن وشواية ولمبة واشعال ومروحة اللي هو الشفاط دوت اهو، واشعال. ده شفاط مش مروحة. ده هيتحول للغاز الطبيعي، ده عشان لسه جديد هيشتغل غاز الطبيعي. طبعا هما شارين الشقة كده من غير حتى خرطوم غاز طبيعي ولا اي حاجة. طبعا احنا ان شاء الله نعملوه كده مع بعض واحدة واحدة زي اي بوتاجاز بنعملوه. بنشيل الاول الطارات اللي فوق ديت اهي، ادي الماسورة اللي قدام ديت على اول محبس. هو عامل لك هنا رسمة بوتاجاز، والعين اللي هي الغامقة السوداء دي بتاعت العين نفسها كده. هنشيله كل العيون. المسامير دي فيه 4 مسامير في الوش، بس هو للأسف فيه مسمارين بس، والاتنين التانيين مش مخروم له. اتنين فوق هنحلهم، وبنشيل أول حاجة الإزاز اللي فوق دي طبعا جامد، فبجيب أي حاجة من تحتيه كده، مفك مثلا أو معلقة أو سكينة، أي حاجة بترفع رفعة صغيرة من تحت كده اهوت، وبيطلع معاك الإزاز لسايح. بنحل المسمارين اللي في الوش من فوق اهو. البوتاجاز اهو، الازاز اللي فوق وكده بنرفع الازاز لفوق من غير مسامير اهو. الملحوظه المهمه اللي انا عايز اقولها لكم، ان الازاز اللي فوق دوت اللي بيشيله يشيله وهو واقف كده دوت، ولما ينزله مكانه ينزله وهو واقف برضه. ما ينفعش يشيله وهو مقفول وفي مسمارين على اليمين ومسمارين على الشمال. ده كده الوش كده يتحل كده، الوش خلاص. المعلومة والنصيحة التانية برضو ان الازاز ده كل يوم يتقفل بالليل. نحل اللاكور بقى اهوت عشان نركبه الجزء بتاع الغاز الطبيعي ده. السن ده 3 اتمان، السن ده 3 اتمان. يعني تجيب جلب نحاس 3 اتمان في نص بوصة، يا اما تجيب كوع وبوش 3 اتمان زي ده كده. ده البوش ده 3 اتمان في نص، وده الاحسن عشان ما يدكش طول زيادة عن اللازم. اهو جربت السن تمام، بلفيت عليه تفلون وبنربط اهو. ده اهم حاجة، الرباط ده اللي هو الرباط بيبقى جامد. وادي اللاكور النص في 3/4 بتاع الخرطوم نفسه اهو كده تمام. ده اهم رباط يكون جامد، ده الرباط ده لازم يكون جامد، وبيتشيك عليه سفنجة وعليها بريل كده وجربه. وادي الخرطوم برضو لفينا عليه تفلون وربطنا المحبس ده برضو رباط جامد. ده يبقى رباط جامد، لان الناس بتبقى سايبه المحبس شغال مفتوح وما بيقفلوش حتى بالليل. لكن النصيحة اي غاز انبوبة او غاز طبيعي يتقفل عند النوم كده، وانت بتقفل باب الشقة افتكر يا ما قفلتش الغاز. لازم، لان المحابس دي بتبقى على كاوتش، الكاوتش ده بين المحبس وبين الماسورة، فاحيانا ممكن ينشف، ممكن يسرب، يبقى انت فاتح الغاز بس المفاتيح مقفولة، بس في ريحة غاز. طبعا احنا كل كوع ليه مسمارين، فاحنا بدل ما نحل كل كوع، لا احنا هنحل الشاسيه بمسمار، مسمار قدام ومسمار ورا. هحل المسمار اللي قدام ومسمار ورا. دي الحاجة بقى المهمة، اجيب قلم واعلم، عشان في لجلاش في الشاسيه ده. اعلم علامة قدام وعلامة ورا، فالمسمار هيبقى في النص. والله مهم جدا العلامة ديت عشان ما تتلخبطش، عشان اما تيجي تركب على عدلته بالظبط، عشان ما يرحلش معاك في الوش من فوق، والفلانش هتنزل بالعافية وتطلع بالعافية وممكن ما تطلعش. لا انا علمت برضو التاني. فده العين في النص مربوطة بمسمار واحد، يعني المفروض مسمارين او مربوط بمسمار واحد. فانا هعلم المسمار دوت اهو، وهتنزل معايا على طول. محل مسمار الماسورة هتتفك. هنا بدل ما احل 4 مسامير بحل مسمارين. بعلم بس العلامة دي كده اهم حاجة.
والبوتاجاز ده اهم حاجة مقاسات الفواني بتاعت الغاز الطبيعي. يعني كده تمام. دي كده تمام. وخلعت بقى المسامير اللي قدام دي. الفواني بقى ايه هيتحلوا كلهم. لازم انا بقى المفروض في بيوسع وهي راكبه، لا انا كمان اتعودت على الانبوبه او الغاز الطبيعي بحل الفونيا تمام واوسعها من جوه لبره. دي بتاعت العين اللي قدام، دي اصغر عين، دي اصغر عين اهي، دي اصغر عين، دي هتاخد 1 ملي. الناس بتديها 95 أو 90 بتوع غاز طبيعي يعملوا كده، لا اديها 1 ملي تديك نار جامدة وحلوة، ولما توطي من المحبس عادي. يبقى ده الأحسن، أحسن ما تبقى واطية ومعرفش أعليها. لا أنا أعليها، ولو المدام شايفة النار عالية هتوطيها من المحبس، الحل سهل. لكن هي مش خطر ولا حاجة، لا. العين الصغيرة دي اديها ملي. العين الوسط اللي وراها، والاتنين اللي وسط اللي ورا دول قد بعض، الاتنين اللي ورا دول قد بعض، تديها 1 20 من 100. 1 20 من 100 يعني ملي مش وربع، أقل من ربع، حاجة بسيطة. وارجع اربط تاني. بحل برضو الفونيايات ووسعها من جوه. يبقى الأولانية العين الصغيرة بتاخد ملي، اللي ورا اللي ورا الاتنين الوسط دول، دول اتنين وسط قد بعض، هتاخد 1 20 من 100. العين الكبيرة اللي هي على الشمال بتاخد 1 30 من 100. 1 30 من 100. والعين اللي في النص بقى أكبر حاجة هتديها 1.5 هتديها 1.5. دي المقاسات بتاعة الغاز الطبيعي. زي أي بوتاجاز 5 شعلة، الوسط بيبقى كده 120، الكبيرة 130، الصغيرة خالص ملي، الكبيرة خالص اللي هي في نص البوتاجاز 1.5. ادي الكبيرة اهيت اهي، اكبر واحدة اللي هي على الشمال، مش الكبيرة اللي في النص اهي. دي مقاسات الفواني بتاعت الغاز الطبيعي. وانا بسلك الفونيا من جوه لبره ليه؟ عشان خرم الفونيا يطلع معدول عدل. هي سواء من هنا بالنسبة للغاز الطبيعي هيجي عدل ان الخرم يبقى واسع، بس بالنسبة للأنبوبة اكمن الخرم رفيع جدا، فالأحسن نتوسع من بره لجوه، من بره لجوه، الخرم يطلع مظبوط مش معوج. وارجع اربط تاني ال5 فواني مرة واحدة. انت ممكن تربط فونيا بس هتنسى، لا في الاخر خالص تجمع ال5 تربطهم مرة واحدة، وترجع تركب المواسير في الفواني. ادي العلامة المهمة هي، عشان في الجلاش طبعا في الشاسيه ممكن ترحل مني، لا العلامة قدام علامة ورا ومسمار في النص، يبقى العلامتين الخطين ماشيين مع بعض. حاجة بسيطة برضو، بس الفنيات دي بسيطة بس بتريح الراجل اللي بيركب البوتاجاز. كده انا خلصت فوق. اجرب الفرن والشواية بقى ايه. ده انا شلت الارضية، هي ماسورة الشواية او الفرن دي مربوطة بمسمار ودي مربوطة بمسمار. ده الماسورة دي يعتبر بتاعت بوتاجاز 4 شعلة مش 5. ال5 شعلة بتلاقي بعرض البوتاجاز كله وكبيرة، لكن هو عاملها قدام لان الست او المدام بتحط الفرن في الوش، بتحط الصينية في نص البوتاجاز، فقال لك انا استغل المساحة دي احط ماسورة صغيرة وخلاص. ده برضو نوع من التوفير، لان هتفرق في مجموع البوتاجازات، هتفرق كتير. ادينا انا وسعت الفرن البنطة بتاعته شبه العين اللي في النص الكبيرة خالص، 1.5. هتديها 1.5 نفس العين اللي في نص البوتاجاز من فوق
كبيرة خالص يعني. الشواية هتديها أقل سنة، الشواية هتديها أقل سنة اللي هي ايه، العين الكبيرة اللي هي على الشمال قدام، هتديها 1.30 عشان الماسورة دي صغيرة غير بتاعت ال5 شعلة، الماسورة دي صغيرة فكل حاجة ليها مقاس. يبقى تديها 130 واللي تحت 150، يعني متر ونص، ملي ونص اهي. بتحل الماسورة برضو بتلاقي الفنة في الوش اهي، وترجع تركبها تاني. المسمار بتاع الشواية عاملين له علاق بتاع السيخ بتاع الموتور اللي بيلف، بدل ما يعمل شبكة كاملة والكلام ده لأ، موفر حاجات كتير. طبعا انا بربط المسمار دوت عشان الكوع يطلع لفوق، كل ما اربط المسمار الماسورة تطلع لفوق، بتطلع بطريقة معينة بحيث ما تبقاش طالعة على الوش جامد ولا نازلة تحت عشان ما تهبش من تحت. المهم تحطها تكون بتتحرك وهي متبعة على الوش، وهي متبعة على الوش. ده الاتنين الوسط دولت قد بعض، اللي احنا قلنا مقاسهم زي بعض ان هو 1.20. ونركب بقى العيون وهنجرب. ونجرب برضو الاول الغاز. طبعا انا ربطته جامد وجربته وشيكت عليه. بسم الله ما شاء الله. طبعا هو فيه اشعال ذاتي، بس الفيشة بعيدة، هو هيبقى يجيب له مشترك او يطول الفيشة ويعمله ان شاء الله. لكن كله شغال اهو تمام كده، كله شغال كده تمام بسم الله ما شاء الله. بس في ضوء الكشاف مش مبين النار قد كده، او بالليل يبان اكتر. الفرن اهوت والشواية، ادي الشواية اهي، وادي النار الفرن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.